في عضوة محترمة جدا جدا طلبت مني طريقة الرز بالشعرية اللي أنا بعملها، وأنا بعتذر لها على التأخير. والله كان عندي مشكلة في التليفون بتاعي، معلش. الطريقة هي ستي، وأرجو إن أنا أكون بفيدك بأي حاجة بسيطة يعني. أشكرك جدا على متابعتك ليا طبعا، وأشكر كل متابعين الكرام. احنا بنجيب حلة وبنحط فيها شوية زيت، انا هنا حاطه معلقه كوبايه ونص شعريه. كوبايه ونص شعريه هحمرهم على نار متوسطه عشان لونهم يبقى ذهبي وما يتحرقوش. دايما وانت بتحمري لسان العصفور او بتحمري الشعريه، يا ريت يبقى على نار متوسطه عشان اللون يبقى ذهبي كله وموحد كده بالطريقه دي. كوبايه ونص شعريه عملت عليهم كوبايتين رز. يعني كوباية ونص شعرية عليهم كوبايتين رز. نفس الكوباية اللي أنا بعاير بيها الشعرية هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها الرز. هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها اللبن والمية. تمام كده. بقلبهم في بعض كويس قوي. بعد ما غسلت الرز طبعا حطيته على الشعرية، برضو بقلب على نار متوسطة. بعد كده هحط اللبن والمية اللي عندي دي، نص كوباية لبن صافي مع القشطة بتاعتها، مع وش اللبن بتاعته. طبعا هي قشطة فيها كتير. حطيت بقى في الكسرولة دي مية اللي انا هعاير بيها، اللي انا هحطها على الرز بالشعرية. يعني انا عملت كوباية ونص شعرية على كوبايتين رز، بقوا 3 ونص. هحط عليهم 3 ونص مية على لبن. براحتك بقى، عايزة تحطي كوبايتين مية على كوباية ونص لبن براحتك، عايزة تحطي 2 ونص مية على كوباية لبن براحتك، زي ما انت عايزة. المهم ان هم 3 ونص عليهم 3 ونص. تمام. وبنقلبهم في بعض كويس قوي قوي قوي، بحيث ان هم يمتزجوا كلهم في بعض. وبتزودي انت بقى حتة زبدة كويس. يعني انا حطيت بصراحة قطعة زبدة صغيرة، عايزة تزودي انت الزبدة بتاعتك تحطي سمنة بلدي براحتك. انا اكتفيت يعني بالزيت اللي انا حطاه في الاول والقشطة اللي في اللبن. وحطيت حتة زبدة صغيرة لان هزود معلقتين سمنة بلدي وانا بحمر الفراخ عليه الحقيقة، لان ديت تركاية كده كانت حماتي ربنا يديها الصحة والعافية علمتها لي يعني. تمام. بحط الفلفل بتاعي وبحط الملح. شوية فلفل صغيرين متكتريش طبعا، يعني يدوب بيدوا ريحة وطعم كده مع اللبن، بيدوك كأن اللبن الرز معمر. وبس. وبنغطي عليه. بنعلي بقى النار في الحالة دي لحد الرز ما يتشرب معاكي بالشكل ده. بتكشفي عليه بتلاقيه اتشرب، بس هو لسه ما استواش، خلي بالك هو اتشرب بس. فبتقلبي تقليبة كده من تحت لفوق عشان ما يعملش قعر معاكي. وبتهدي النار عليه، ما بتزودلوش اي ميه خالص. انت بتشوفيه مش محتاج ميه ولا حاجه. بتهدي النار بتاعتك وبتسيبيه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه لحد ما يستوي معاك كويس قوي قوي وريحته تطلع كده ويبقى جميل جدا. سبته 10 دقايق او ربع ساعه وكشفت عليه، رائع جدا وريحته تجنن جدا جدا. طيب هنعمل ايه بقى في الوقت ده؟ كنت بحمر فراخ الحقيقه بالسمنة البلدي، فخدت معلقتين 3 حطيتهم على وش الرز. انا كده طفيت على الرز بتاعنا خلاص، كده هو استوى الحمد لله رب العالمين. حطيت كده معلقتين 3 من الفراخ، وانا دي بقى بتديله ريحة وطعم جدا. وبتديله فرفرة كده وطعم مميز. وبرضه بحط معلقة على الشوربة ومعلقة على الخضار، دي حاجة احنا متعلمينها من زمان يعني. ألف هنا وشفا. هي دي طريقة الرز. يا رب أكون أفدتك وتكون وأي حاجة عايزاها يا ريت تكلميني على طول وتطلبيها. ألف شكر ليكي وشكرا على متابعتكم كلكم.